الترمس من الوصفات التسالي المنسية اللي كتير منا بينساها. تعالوا بقى نعمله النهاردة بطريقة وصفات سارة، وانسوا اي طريقة جربتوها قبل كده، هتدمنوه وهتحبوه ودايما هتعملوه. يلا تعالوا بقى نشوف الطريقة عملناها ازاي. بس لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والدعوة الحلوة. جبت كيلو ترمس مستورد، نقعته من بالليل لحد الصبح، وبدأت ان انا الصبح غيرت له المية وحطيته على النار يغلي في حدود ربع ساعة. ايوه في حدود ربع ساعة، لان احنا نقعينه من بالليل. وبعد ما غلى بقى خالص وحسيت ان هو خلاص استوى، حطيته تحت المية الجارية من الحنفية حدود دقيقتين بس كده. وبعدين حطيته في مية 10 دقايق او ربع ساعة. حطيته في ميه لحد ما ينزل كل المرارة اللي فيه، عشان هناكله في نفس اليوم. ايوه في نفس اليوم، مش هنستنى لتاني يوم. تعالوا بقى نقول التتبيله بتاعته السريه التحفه. هنجيب بوله او العلبه، هنحط فيه الكيلو 5 معالق ملح او حسب الرغبه بتاعتكم، ربع معلقه بابريكا، ربع معلقه شطه، وليمونه معصوره، وليمونه متقطعه طرنشات. ويا سلام بقى لو عندكم بقى نعناع فريش كده، حطوا عود نعناع كده هيوديه في حتة تاني. وبعدين قلب وبعدين هنزل بقى عليه بالترمس اللي احنا بقى نقعناه وغسلناه وسلقناه وظبطناه ومفهوش اي مرارة خالص. جربوا الطريقة دي وقولولي ايه رأيكم فيه، وانسوا اي طريقة عملتوها تاني للترمس. هتدعولي، ايوه هتدعولي. يلا بقى بالليل بيحب التسالي والسهر بقى، ده تسالي تحفة، موفر، حلو، صحي جدا للولاد، وهيتبسطوا بيه جدا لان مغير طعمه وشكله، ودايما كتير منا بنكون ناسينه. انتظروني في وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتم مع سارة في وصفات سارة. انتظروني في وصفة جديدة. باي باي.